السلام عليكم، اهلا يوتيوب. فيديو جديد. في الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن الفاونديشن بتاع ال 3D جرافيكس، وازاي ال 3D جرافيكس بدأ، وهنبدأ نشتغل على مشروع 3D بيريزمبل المشاريع ال 3D بتاعة الألعاب زمان. أولا زمان كانت الألعاب بتبقى 2D زي ما انت شايف كده، زي سيليست كده. بالمناسبة سيليست لعبة مش قديمة، بس كانت كل الألعاب زمان في بداية التسعينات كانت بالشكل ده، يعني كانت كلها 2D. اللاعب بتاعك يقدر يتحرك يمين وشمال، واي انيميشن او اي كاتسين او اي حاجه بتحصل في اللعبه فهي برضو بتتحرك في المنظور ده، اكس وواي يمين وشمال بس. تمام. مفيش دبس، مفيش عمق، مفيش حاجه 3D في الموضوع. في لعبه اسمها زيلدا ليجند اوف زيلدا. اللعبه دي جت على اساس انها تقدم عالم مفتوح، يعني عالم كبير ضخم انت بتعيش فيه في اللعبة وبتتفاعل معاه. فعشان كده كان لازم يبقى اللعبة دي 3D بشكل ما، يعني لازم اللعبة دي تتقدم بشكل 3D علشان تخدم القصة بتاعت اللعبة. ففي الأول اللعبة دي اتعملت من منظور 2D زي ما انت شايف كده. منظور برضو يمين وشمال بنفس الطريقة بتاعت سوبر ماريو والألعاب البلاتفورمرز. بس هما فكروا في طريقة تانية، قال لك إن احنا ممكن نشتغل بنظام التوب داون فيو. ان احنا ما نقدرش نعمل حاجه 3D. التكنولوجيا ما تسمحش بحاجه زي كده، لسه ما اخترعناش حاجه زي كده. فده التوب داون فيو، بمعنى ان انت بتشوف اللاعب من فوق. فحرفيا هي تقدر تقول ان احنا خلاص قربنا لفكره 3D جرافيكس، يعني فعلا احنا ايه، احنا باصين للاعب من فوق يقدر يتحرك يمين وشمال وقدام وورا بالظبط زي الالعاب ال 3D، ويقدر يتحرك وسط الشجر والغابات وكده. في ألعاب تانية برضو شبهها زي اللعبة دي كده. فهي حرفيا انت بتتجول في العالم بشكل 3D، بس في الحقيقة مفيش حاجة 3D في اللي انت شايفه خالص. دي مجرد صورة بس بتتكرر او بتتغير فبيبان انها بتتحرك. المية دي عبارة عن صور، برضو مجرد صور بتعمل الإفكت ده، صور بتقلب ورا بعضها. فدي كلها صور 2D، مفيش حاجة 3D حقيقية. بس رغم إن المنظور ده يعني كان بسيط جدا، إلا إنه قدم لنا ألعاب جامدة فشخ زي لعبة جراند 2، لعبة جاتا الجزء التاني. واللي هي أصلا كانت ما كانتش 3D خالص، كانت 2D، ولكن زي ما أنت شايف كانت كلها إيه، مدعكة، وقدروا إن هم يعملوا كل اللي هم عايزينه المنظور ده. فكان كفاية جدا المنظور ده إنه يتقدم، يقدم لنا ألعاب حلوة يعني. تمام. بعد كده ظهرت لعبة في بداية التسعينات، نتكلم مثلا سنة 92، لعبة اسمها وولفنستاين 3D. اللعبة نفسها اسمها كده 3D، فيبدو انها بتقدم لنا حاجة جديدة، حاجة 3D. ودي أول لعبة تقدر تقول عليها انها 3D في التاريخ يعني. فالغلاف بتاع اللعبة كان حد مستخبي، وزي ما انت شايف ان في ايه، عالم 3D. اول مرة نشوف حاجة زي كده في الالعاب. وفعلا اللعبة ما كذبتش، واللعبة فعلا 3D. اللعبة فعلا انت تقدر تتحرك في عالم 3D يمين وشمال وقدام وورا زي الالعاب ال 3D بالظبط. تمام. فدي كانت ثورة وقتها يعني. زي ما انت شايف ده منظر اللعبة. حرفيا انت تقدر تتحرك في عالم 3D، بس الغريب ان ده مش 3D يعني لحد دلوقتي. الاستوديو اللي عمل اللعبة دي بيقول ان اللعبة دي اصلا 2D مش 3D ولا حاجة. امال ازاي قدرت تعمل حاجة زي كده؟ هم استغلوا فكرة لذيذة جدا وهي اسمها البروجيكشنز. ايه هي البروجيكشنز؟ لو انت جيت بصيت معايا في الصورة دي هتلاقي ان انت عندك ده عمود، تمام، وده عمود، ودي كلها عمدان ورا بعضها. في الحقيقة في الواقع يعني، ان العمود ده حجمه في الحقيقة هو نفس العمود ده، وده هو نفس حجمهم هما الاتنين. تمام. طب ليه ده شكله كبير كده؟ يعني تخيل مثلا دي سكرين شوت من موبايل مثلا، او كاميرا بتاعت موبايل صورت صورة، ليه ده اطول من ده رغم ان ده نفس حجم ده في الحقيقة؟ تمام. فهو بيقول لك ده معناه البروجيكشن. البروجيكشن يعني ان انت لو شفت الحاجة بمنظور 3D، فالحاجة البعيدة عنك هتبان صغيرة، والحاجة القريبة منك هتبان كبيرة، رغم ان هما الاتنين نفس الحجم. ده بيحصل في عينيك كل يوم، وهثبت لك.
تخيل مثلا ان انت واقف في المطبخ وبتتفرج على الديب فريزر عندكم في البيت. ده منظر الديب فريزر عندك في البيت. شكله مستطيل، يعني طول الضلع اللي قدام ده اللي انا بشاور عليه بالماوس هو نفس طول الضلع ده اللي هو ورا. تمام. لكن لو صورناه بالموبايل صورة زي دي وجينا نبص مثلا هل فعلا طول الضلع اللي قدام ده بيساوي طول الضلع اللي ورا؟ في الحقيقة لو انت بصيت على الجهاز ده في الحقيقة وقربت منه وجبت متر وقست المسافات هتلاقيها زي بعضها بالظبط. ولكن لو انت جيت بصيت ان طول الضلع ده في الصورة هتلاقيه أطول من طول الضلع ده. شايف الفرق ما بينهم؟ هو الجزء ده. ده معناه ايه؟ ده معناه ان حصل تغيير في البروجيكشنز علشان تشوف الموضوع بشكل 3D. لان من الاخر لو ان طول الضلع ده بيساوي طول الضلع ده فانت هتشوفه ببروجيكشن مختلف، هيبقى متشاف كأنه 2D. فمش هتقدر تحدد انهي البعيد وانهي القريب منك. فهم اخترعوا فكرة جديدة جدا بالنسبة لموضوع البروجيكشن ده، عملوا بيها اللعبة اللي احنا اتكلمنا عليها. فهم قالوا لك ايه؟ قالوا لك احنا هنعمل لعبة 2D عادي زي ما احنا متعودين انها توب داون، يعني ان احنا نشوف اللعيب من فوق زي GTA كده القديم. تمام. وعندنا الحيطان وعندنا البلاير، وهنستخدم تكنيك اسمه الري كاستنج تكنيك. وهو ايه الري كاستنج؟ الري كاستنج هو تكنيك تقدر من خلاله تطلع شعاع من مكان في العالم ال 2D بتاعك، يفضل ماشي 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 لحد ما يخبط في حاجة انت عارفها. تمام. ولازم تكون انت عارفها وركز في الكلام ده لان احنا هنحتاجه بعدين. فده الري ده او الشعاع ده ليه مكان بداية وليه اتجاه، يفضل ماشي في الاتجاه ده لحد ما يخبط في حاجة. اول ما يخبط في الحاجة فهو يقدر يعرف لك المسافة اللي اتخبط فيها الحاجة، وليكن المسافة دي هنقول عليها دي. تمام. فيقدر يعرف المسافة دي. هنطلع اكتر من شعاع. تمام. وده عندنا اللعبة ال 3D بتاعتنا. لو اعتبرنا ان دي الشاشة بتاعتنا واحنا هنطلع شوية اشعة في اللعبة 2D، يعني هي لعبتين في لعبة واحدة، متبرمجة حاجتين. تمام. دي مش بتظهر قدامك على الشاشة، ودي اللي بتظهر قدامك على الشاشة. طيب. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الشعاع بيمشي يمشي يمشي لحد ما يخبط في الحيطة. الشعاع ده خبط في الحيطة بدري شوية، فقال لك سهلة هنرسم خط هنا على الشاشة بنفس الطول بتاع الحتة دي. مش شرط نفس الطول يعني، احنا هنبقى نشرح نجيب المسافة دي ازاي ونحسب الطول ده ازاي قدام ان شاء الله. لكن الفكرة ان الحاجة القريبة منك او اللي هتخبط بدري هتبقى طويلة زي عمود النور بالظبط. القريب منك بيبقى حجمه كبير، والحاجة البعيدة عنك اللي بتخبط متأخر. تمام. شوف دي خبطت امتى ودي خبطت امتى. تمام. فهتترسم بعيدة عنك. وهنعمل تركاية أو خدعة في الألوان بحيث إن الحاجة البعيدة عنك يبقى لونها غامق والحاجة القريبة منك يكون لونها فاتح. ونبدأ نعمل إيه؟ زي ما أنت شايف اللون ده فاتح أوي، ده أغمق سنة، أغمق 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 وهكذا. وبالتالي تقدر إن أنت تشوف حاجة بشكل 3D. وده اللي أنت تقدر تلاحظه من هنا. لو أنت لاحظت الحاجة القريبة منك بيكون لونها فاتح زي ما أنت شايف، الحاجة البعيدة عنك بيكون لونها غامق. واللعبة دي كلها هي لعبة 2D ليس إلا، والحاجات دي بتترسم مش أكتر من إنها عواميد 2D بتترسم لك عن طريق نفس الطريقة أو الري كاستنج اللي احنا اتكلمنا عليه. فإن شاء الله هنبدأ إن احنا نشتغل على لعبة بنفس الطريقة دي من أولها لآخرها، وهتنزل هنا على القناة. إن شاء الله هنلتزم بالمشروع ده يعني. تمام. وهنعمل لعبة كاملة تتلعب من المنظور ده. وإن شاء الله في الفيديو الجاي هنبدأ نسطب المشروع على جيت هاب ونبدأ نشتغل في البرمجة على طول. سلام.